السلام عليكم. أنا هاد الهريسة هادي كنعتبرها من الأساسيات اللي خاصهم يكونوا عندنا في الثلاجة، بحال الشرمولة بحال الثومة المجففة. ضروري خاصني يكونوا عندي في الثلاجة، كيسهلوا عليا الخدمة بزاف. ملي كتبغي تنصبي شي حاجة ولا كتبغي تصوبي شي شرمولة ولا كتلقاي داكشي كلشي ساهل، كينقصوا عليك الوقت بزاف ديال الوقت في الكوزينة. هاد السودانية هادي أنا ما غرستهاش. هاد السودانية فاش كنت كنغسل معكم السودانية راني حاطة الفيديو ديالها. فاش كنت كنغسلها داك الماء اللي كيبقى ليا في البانيو ما كنضيعوش، كنهزو كنسقي به النباتات حتى عطاتني تبارك الله. راه كانت شجرة كبيرة قدها قداش، راه قطعت منها شحال. هادو كنت نسيتهم ويبسوا ليا، حتى جيت نصور الفيديو وانا نتفكرهم ومشيت طلعت كنحيدهم، ولكن ما خدمتش بها لانها يبسات. هذيك اللي خدمت بها هي اللي كنت حيدتها في الاول، كانت باقا رطبه. غادي تلاحظوا تما دوك الحبات اللي عندي صغارين كلهم هادوك راه كنت جبتهم غير من السطح، غير في داك الفاز اللي هو صغير ديال داك الغرس. طلعت غير بوحديتها، قلت لكم غير بداك الماء اللي كنت كنسقي. المهم زدت عليها شي حاجه شريتها انا من السوق صافي وخلطتها داك الشيء. كتقدروا تزيدوا معها فلفله حلوه الا بغيتوها ما تجيكمش حاره بزاف. انا راه درت غير حبه وحده لان كنبغيها تكون عندي حاره. اصلا هذه اللي كتفور كينقص منها الجهد شي شويه، ماشي بحال هذيك اللي كدار خضره. حتى شي نهار ونصور معكم وحده اخرى اللي كنديرها عاوتاني غير خضره ما كنطيبهاش، تقريبا نفس الطريقه، غير هي ما كطيبش كاع، كتطحن غير هكاك خضره. المهم كي شفتو كنحيد ليها داك الراس وكنحيد غير شي شويه ديال الزريعه. ما كيعجبنيش نحيد ليها الزريعه ديالتها كامله، كنخليها. المهم كنحيد تقريبا واحد 40 ولا 50% ديال الزريعه وصافي. داك العواد هما اللي مهمين خصهم يتحيدوا مع داك الريوس ديالها. صافي كنقطعها غير هكا تقريبا على جوج وكنديرها في الكسكاس. كنبقى ندير هاد العمليه هادي حتى كنكمل داكشي اللي عندي كامل. هنايا ضروري خاصكم تلبسوا الليقات ولا بدا، لحقاش في الحاره الا ما درتيش الليقات عرفتي راه كتهبط اليدين قاصحه بزاف، خصوصا الا نسيتي راسك وحطيتي في وجهك ولا في عينك ولا هذا راه صعيبه بزاف. المهم كي شفتو كنبقى ندير نفس العمليه، كنحيد ليها الريوس، كنقص شي شويه من الزريعه صافي وكنديرها في الكسكاس ديالي. منين كنكمل هاد العمليه هادي صافي كنديرها في الكسكاس ديالي وكندير عليها تقريبا واحد كركوبه ديال الثومه. كنغطيه بورق الطبخ، كنغطيه باش كيبقى الجهد ديالها كيبقى فيها، ما كيتحيد ليهاش الجهد وفي نفس الوقت ما كتلقلياش الريحه في الدار، حيت فاش كتكون كطيب كتولي كتطلق ديك الريحه مجهده ديال الحار كتخنق. المهم كنغطيها بداك ورق الطبخ باش كيبقى الجهد ديالها فيها صافي، وكنخليها طيب تقريبا واحد 4 ساعات حتى 3 ساعه. المهم ملي كتبرد كنحيدها، كنزيد شي شويه ديال الثومه اللي كتكون طريه، كنطحن تقريبا واحد الكركوبه اخرى ديال الثومه هكاك في الهاشوار صافي، وكنبقى نزيد عليها داك الخليط ديال داك الثومه مع داك الفلفله حاره، كنطحنها بالهاشوار. الطحين خلاص على حسب الاختيار، بغيتو تطحنوها بزاف حتى كتولي كلها رقيقه، كتولي بحال العجينه راه كطحنوها. ما بغيتو تخليوها بحالي انا راه كتخليوها بحال هكاك، انا كتعجبني هكاك تكون غليظه، كتعجبنيش تكون طحونه بزاف حتى كتولي عجينه، كنخليها شي شويه غليظه وشاده راسها. كنزيد عليها واحد شويه ديال الزعتر وكنزيد الملحه كتكون شي شويه بزايد. صافي كنطحنها وكنديرها طيب في المقله. فاش كنطحنها وكنسالي كنديرها في المقله، نشعل عليها البوطه صافي، وكنزيد عليها الزيت من الاحسن دير ليها زيت بلديه، الا ما كانش كتقدروا تعوضوها بالنباتيه، ولكن من الاحسن ديروا البلديه. كندير ليها واحد المعلقه ديال فلفله حمراء هي التحميره. غادي تلاحظوا باللي راها شي شويه باهته، راه غير على حسب الاضاءه، غير الضوء اللي كان عندي شي شويه باهت، اما راه فلفله حمراء هذيك. صافي كنبقى كنحركها مزيان، كنزيد عليها شويه ديال الحامض معصر وكنخليها حتى كتنشف مزيان، كتنشف تماما من داك الماء ومن داك الحامض. عاد كنهزها كنديرها في قراعي وهي باقا سخونه. القراعي بطبيعه الحال كنكون معقماهم، كنطيبهم في الماء سخون، كنديرهم في الماء سخون في الطنجره، كنزيد عليهم شويه ديال الخل وكنخليهم حتى كيغليو. من بعد كنخليهم حتى كيقطروا مزيان، كينشفوا تماما من الماء، ما كنمسحهمش، كنخليهم حتى كينشفوا مزيان. كندير عليهم هاد الفلفله هادي، هاد الهريسه هادي كنديرها وهي باقا سخونه،
كنديرها في القراعي، كنزيد عليها واحد خويط نتاع الزيت البلدية وواحد طريف ديال الحامض، وما كنغطيهمش، كنخليهم هكاك عريانين حتى كتبرد تماما، لان الا غطيناها راه كتولي كترجع ليها داك السخونيه وكتولي كتغمال. كنخليوها حتى كتبرد تماما، عاد كنغطيوها ونحتفظوا بها في الثلاجه، كتبقى تقريبا راه كتبقى حتى لشهر كاع في الثلاجه، ما كيطرى لها حتى شي حاجه. وإلا بغينا نديروها في المجمد راه كنخليوها حتى كتبرد مزيان، حتى كتبرد عاد كنديرها في الطويصات ديال البلاستيك نفس الطريقة، كنزيد عليهم شوية ديال الزيت البلدية، طريفات ديال الحامض صافي، وكنحتفظ بهم في المجمد. هي راه ما كتقصاحش، كتبداي فوق ما بغيتيها كتبداي جبديها غير بالمعلقة. المهم كتكون هذه هي الوصفة ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تستافدوا منها، وبالصحة والراحة. بالنسبة للناس اللي أول مرة غادي يزوروني في الصفحة ديالي، كنقول لهم دخلوا تشوفوا الفيديوهات ديالي، راه غاديين يعجبوكم بزاف. أنا العطرية ديالتي كنجيبها من السوق، كنغسلها، كنشمشها ونقيها، عاد كنطحنها، وراني نبيع في مواقع التواصل الاجتماعي، وكنصيفط للمغرب كامل، وكنصيفط حتى للخارج اللي بغى شي حاجة مرحبا به.